السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أخطر الجرائم اللي نسمع عنها لما نلاقي واحد قتل أبوه. أبوك اللي رباك العمر كله، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. يعني كلمة أف بس ما تقولهاش لأبوك ولا لأمك، ولما يكبروا تدعي لهم. اللي حصل هنا ان انهى شاب حياة والده داخل مسكنه في الجيزة، وطبعا رجال الامن قبضوا على المتهم وتبين انه من متعاطي المخدرات، واخترت النيابة المختصة بالتحقيق. وطبعا ما هي دي دايما بتكون اخرة شرب المخدرات وتعاطي المخدرات. ورد البلاغ لمديرية امن الجيزة بيفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه. انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وعثر على جثة المجني عليه بها آثار اعتداء. من اللي اعتدى عليه ومن اللي ضربه ومن اللي موته؟ ابنه. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كشفت تحريات المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة إلى أن المجني عليه من متعاطي المواد المخدرة وراء ارتكاب الجريمة، واعترف طبعا بالواقعة بتاعته. وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. هتنام ازاي انت بالليل؟ تنام ازاي كده وتحط راسك على المخدة ان شاء الله في السجن وانت بتفتكر انك قتلت ابوك اللي رباك العمر كله؟ ما تقوليش بقى ابويا كان بيضربني، ابويا كان قاسي عليا. كل ده ما ينفعش إلا الوالدين، إلا الأب والأم. تخدمهم لما يكبروا وتخدمهم وتبقى تحت رجليهم، ولما يموتوا تعمل إيه؟ تدعي لهم وتقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.